كتير قوي مننا بيتعب وبيقعد بالساعات يكتب محتوى فعلا متعوب عليه ويستاهل يتقري. لكن للأسف بعد كل المجهود ده كأننا بنكتب في الهوا، محدش بيشوفه. في الشرح ده هنفهم مع بعض ليه ده بيحصل، والأهم من كده إزاي نقدر نحل المشكلة دي. طيب خلينا ندخل في صلب الموضوع على طول. السؤال اللي بيحير ناس كتير قوي: ليه المحتوى بتاعي مش بيظهر في جوجل؟ ليه بعد كل الشغل ده النتيجة بتكون صفر زيارات؟ الإجابة صدقوني أبسط بكتير من اللي ممكن نتخيله. كل واحد بيعمل محتوى مر بالإحساس ده، بتنشر المقال وكلنا أمل إن الدنيا هتتقلب عليه، وفي الآخر صمت تام. مفيش أي حاجة بتحصل، كأن المقال ده اتبخر. الشعور ده محبط جدا، بس الحقيقة مش إن جوجل بيعادي حد فينا. المشكلة الحقيقية مش في جودة المحتوى اللي بنكتبه، ولا حتى في خوارزميات جوجل المعقدة اللي بنسمع عنها. لا، المشكلة في حاجة بسيطة جدا، حاجة أغلبنا للأسف بيتجاهلها تماما وهو بيكتب. أيوة بالظبط كده، المشكلة كلها بتتلخص في كلمتين اتنين: العنوان والوصف. هم دول السبب الرئيسي اللي بيخلي محتوانا الجامد جدا ده غير مرئي تماما لمحركات البحث والناس. ودلوقتي خلينا نفهم إزاي العنصرين دول هم مفتاح السر كله. إزاي العنوان والوصف ممكن يكونوا هم السبب، يا إما في نجاح مقالنا يا إما في اختفائه بالكامل. خلينا نفكر فيهم كده كأنهم يافطات المحل بتاعنا. لو عندنا محل فخم ومنظم بس من غير يافطة، محدش هيعرف إحنا بنقدم إيه ولا هيفكر يدخل أصلا. العنوان والوصف هما اللي بيقولوا لجوجل وللناس: يا جماعة إحنا هنا وده المحتوى اللي بنقدمه. والشريحة دي بتلخص الفكرة بشكل عبقري. على الشمال محل من غير يافطة، النتيجة محتوى غير مرئي. على اليمين محل بيافطة واضحة وجذابة، النتيجة محتوى بيشد الزوار ويدخلهم. المعادلة بسيطة وواضحة جدا. طيب، إيه هي الأخطاء اللي بنقع فيها وبتحول المحتوى بتاعنا لمحل من غير يافطة؟ خلينا نستعرض مع بعض 5 أخطاء قاتلة أغلب المبتدئين بيعملوها من غير ما ياخدوا بالهم خالص. الأخطاء الخمسة هما: تكرار نفس العناوين في كل المقالات، عدم كتابة وصف للمقال أصلاً، كتابة عنوان طويل قوي أو قصير قوي، تجاهل نية الباحث يعني هو بيدور على إيه بالظبط، وأخيراً كتابة عناوين جافة ومملة. خلينا نمسك كل واحدة بالتفصيل. أول غلطة شائعة جدا هي تكرار العناوين. لما كل المقالات يكون عنوانها أفضل نصايح السيو، جوجل نفسه بيتلخبط، مش بيبقى عارف يختار إنهي صفحة هي الأهم، ففي الآخر قيمتهم كلهم بتضيع ومحدش فيهم بيظهر. الحل إن كل عنوان يكون له شخصية فريدة ومختلفة. الخطأ التاني هو إننا نسيب خانة الوصف فاضية. اللي بيحصل إن جوجل بيختار أول سطر من المقال بشكل عشوائي، وغالباً بيكون جملة مملة زي: في هذا المقال سنتحدث عن كذا وكذا. وطبعاً محدش هيضغط على نتيجة شكلها كده. الخطأ التالت بقى هو الطول. جوجل بيعرض حوالي 60 حرف بس من العنوان. لو كتبنا عنوان أطول من كده بيتقطع وشكله بيبوظ خالص في نتائج البحث، ولو أقصر من اللازم بيبقى غامض ومحدش بيفهم منه حاجة. فالسر كله إننا نفضل في المنطقة المثالية دي. الخطأ الرابع ده خطير جدا: تجاهل نية الباحث. يعني لازم نفكر زي الزائر بالظبط. الشخص اللي لسه بيبدأ وعايز يتعلم السيو للمبتدئين ده مختلف تماما عن الخبير اللي بيدور على استراتيجيات متقدمة. لو خلطنا بينهم يبقى كأننا بنكلم الجمهور الغلط. وأخيراً، الخطأ الخامس هو العناوين اللي من غير روح. الناس بتتفاعل مع الإحساس مش بس المعلومة الجافة. بدل ما نكتب دليل شامل للسيو، الأفضل نكتب حاجة زي تعلم السيو بخطوات بسيطة حتى لو عمرك ما جربت. ده بيوصل إحساس إن الموضوع ممكن ومش معقد. طيب، بعد ما عرفنا كل المشاكل دي، إيه هو الحل؟ إزاي نتعلم نكتب عنوان ووصف يجذبوا جوجل والزوار في نفس الوقت؟ الحل مش في الفيديوهات العشوائية أو الكلام التقني اللي يخض. الحل الصح هو إن يكون في مرشد فاهم ياخدنا خطوة بخطوة ويشرح الموضوع ببساطة وبطريقة عملية نقدر نطبقها عشان نتجنب كل الأخطاء اللي فاتت دي. وده مثال كويس على النوع ده من المصادر، كورس SEO من موقع كولكسيفاي. هو مش مجرد فيديوهات نظرية وبس، لا، ده مصمم كتطبيق عملي على مشروع حقيقي من أول يوم. الكورس ده بيركز على الأساسيات اللي بتفرق فعلاً: اختيار الكلمات الصح عشان نعالج مشكلة نية الباحث، كتابة عناوين جذابة عشان نتجنب العناوين اللي بلا إحساس، ووصف المقالات بطريقة تفهمها محركات البحث، والأهم التطبيق العملي الفوري. تكلفة الاستثمار في تعلم المهارات المهمة دي هي $120، وده بيوفر وقت ومجهود كبير جدا كان ممكن يضيع شهور في التجربة والخطأ. والأجمل من الكورس نفسه هو الهدايا اللي معاه:
قيمتها لوحدها أعلى من سعر الكورس. بنتكلم في دومين.com مجاني واستضافة مجانية للسنة كاملة وحتى خطة عمل، يعني حرفياً كل الأدوات عشان نبني المحل بتاعنا من الألف للياء. والأول 10 مشتركين بس في ميزة إضافية، وهي متابعة شخصية مع المدربة لمدة 3 شهور كاملين لضمان تطبيق كل خطوة صح. طيب ليه ممكن نثق في طريقة زي دي؟ ببساطة لأنها بتقدم السيو كواقع مش أحلام وردية، بتعلمنا إزاي نشتغل بذكاء مش بس بسرعة، وأسلوبها بسيط ومناسب جدا للناس اللي لسه بتبدأ. في النهاية السؤال المهم، هل إحنا مستعدين فعلاً ناخد أول خطوة حقيقية عشان محتوانا يوصل للناس اللي تستاهله؟ لو الإجابة أيوة يبقى الطريق واضح قدامنا. ممكن نبدأ دلوقتي في كورس SEO من المبتدئ إلى الاحتراف على موقع كولكسيفاي ونبدأ الرحلة الصح. شكراً جداً لمتابعتكم.